السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. الوصفه اللي جبت لكم اليوم هي ديال هاد الصابلي مالح بلا سكر للناس اللي مرضى السكري ولا اللي كيتشهى الصابلي بلا سكر. هذا كيجي رائع ولذيذ ومقادير ما فيش شي مقادير. داكشي عندنا موجود كل بيت، ومن عجينه وحده خرجنا 7 ديال الاشكال بحال اللي كتشوفوا هنا. زيناهم كل وحده زيناها بشكل وخرجنا واحد بلاطو كبير وزوين ورائع ولذيذ. انا نخليكم مع الصور، والناس اللي كيسولوا عليا فين غبرت وداكشي. غير مع الرحيل بدلت الدار وداكشي وما كانش عندي بلاصه فين نصور، ودابا عاد صايبت البلايصه فين نصور. وشكرا الناس اللي كتسول عليا، كما نتوما توحشتوني انا توحشتكم بزاف. هنا اول حاجه غنبقاو مع المقادير. عندنا بيضه كامله وبيض البيض، 100 غرام ديال الزبده ديال التوريق، نص كاس الزيت، نص كاس الحليب، بيضه وبيض بيض. وهداك الصفر د البيضه كنخليوه للتزيين. عندنا معلقه ديال الخل، معلقه ديال الهريسه، واحد الضامه ديال البنه، 3 د الفرماجات، الملحه، الخماره، وجوج زلايف ونص ديال الطحين. هنا في واحد الاناء نشدو داك الزبده اللي بحراره الغرفه. انا عملت غير الزبده ديال التوريق، اي نوع اللي عندكم موجود كنصايبو. غير 100 غرام 100 غرام صلع النبي خرجات بلاطو هذاك اللي شفتو في التصاور، وبقات لي واحد الكميه واحده اخرى. هنا الزبده كنعملوها مع الفرماج ومع الملحه ومع ديك الضامه ديال البنه. كان ندلكوهم مزيان حتى كتطلق هذيك الزبده راسها. ومن بعد نزيدو عليها، هنا باقا انا كنصايبه، وكنزيدو عليها نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، والبيضه كامله، واحد البيض حيت الصفر غنخليوه للتزيين، والمعلقه ديال الهريسه. اللي ما يقدرش على الهريسه هي ما جاتش باينه، واللي ما قدرش على الهريسه هي ما يديرهاش بلاش، يقدر يعوضها بمعلقه ديال الموطه، اولا يعملوا شويه ديال البودره ديال الثوم. ومني كنخلطو كلشي كنزيدو هداك الطحين. انا زيدتو على 3 دفعات، هو كيهز 2 زلايف ونص. وكنخلطو بلا ما ندلكو، كنخلطو غير باش نجمعو داك العجينه. في الاخر غنوريكم القوام ديالها كيفاش غتكون. هنا كنزيد انا الطحين شويه بشويه باش ما تخرج لي شي العجينه قاصحه. كنجمع بلا ما ندلك، كنجمع هذاك ندخل هذاك الطحين اللي عندي ندخله في وسط العجينه. انا باقا كندخلو حتى ندخل ديك الكميه كامله. ومن بعد هنا كنوريكم القوام ديالها، ما خصهاش تكون قاصحه. كنشد هذيك العجينه اللي عندنا كنقسموها على أربعة ديال الاشكال. نقدروا نزيدوا حتى بزاف ديال الاشكال، نقدروا نزيدوهم. ومن بعد كنقطعوا الشكل الاول على شكل مربع، كنعملوا مربعات واحد المطيبع مربع. هنا هاد الشكل الاول يلا كنكتفيو كنعملوا له 6 ديال التقيبات هادوك القطيبات ديال الشوا. وصافي وغنستفوهم في اللاطه ديال الفران على بابي كويسون. هنا بحال اللي شفتوا الشكل الثاني غنعملوهم دائريين، غنطبعوهم كاملين دائريين. ومن بعد غندهنوهم بالصفار د البيض. انا الصفار د البيض زدت معاه، اما كتزيدوا معاه معلقه ديال الكريمه، اولا معلقه ديال الحليب، اولا لاصوص الصوجا. وعملت الزرارع. انت هنا كنوريكم راه عندي الصفار د البيض مع الكريمه. الشكل الثالث كنعملو قليبات، كنطبعو كامل قليبات، وهي كتجي واحد العجينه رائعه ورطبه، ما كتحتاج لا تطلقوها بلا طحين لا والو. كندهنهم بداك الصفار د البيض والكريم،
وهنايا عملت الزنجلان البيض وزدتو شويه ديال الصباغه ديال الكريم وصافي باش يجيو القريبات حميمرين. والشكل هذا عملته، هذا مشالي من عملته بحال هذا الشكل هذا، وعملت لهم اللوز والزنجلان. وكيدخلوا تشعلوا عليهم الفران من الفوق للتحت، وبالصحه والراحه. وها هما وجدوا، ونتلاقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.